أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع درس المنطقي، السلم المنورق للإمام الأخضري بشرح الشيخ حسن القويسني رحمه الله تبارك وتعالى. ووصلنا عند قول الشيخ رحمه الله: فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. وصلنا هنا. نعم، نأخذ الأبيات، نقرأ الأبيات، ثم بعد ذلك نأخذ الجديد كما قلنا لأجل الحفظ، لأجل ترسيخ الحفظ. ونحن نراجع، الذي حفظ مراجع، والذي لم يحفظ كذلك يستطيع يقرأ معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر بالحجاب، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب بالجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مخدرات منكشفا. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصا بخير من قد أرسل، وخير من حاز المقامات العلا، محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله ما دام الحج يأخذ من بحر المعاني لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأنجم في الابتداء. وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو اللسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. نعم، وصلنا هنا. بسم الله، اقرأ لنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين آمين. فيعصم الأفكار أي يحفظها. وتقدم أن الفكر هو النظر، وهذا إشارة إلى تعريف المنطق بأنه علم يعصم أي يحفظ الأفكار عن وقوع غير الخطأ أي ضلاله، والخطأ ضد الصواب. نعم، هذا قال الشيخ رحمه الله: فيعصم الأفكار. فيعصم الأفكار يعني يحفظ الأفكار. علم المنطق مراعاته تطبيق قواعده، تعصم يعني تحفظ الأفكار من الوقوع في الخطأ. هذا معنى فيعصم أي يحفظ. مفهوم؟ قال الشيخ: وتقدم أن الفكر هو النظر، كما قلنا في الأول. الفكر ما هو؟ هو النظر كما قلنا في الأول. مقصود بالفكر هو نظر. فيعصم الأفكار، فيعصم نظر الإنسان. ما معنى نظر؟ ترتيب، كما قلنا النظر هو ترتيب أمور معلومة للوصول إلى أمر مجهول كما قلنا من قبل. فالآن فيعصم الأفكار، الفكر يعصم فكرك من ماذا؟
الوقوع في الخطأ كما قال شيخنا. وتقدم أن الفكر هو النظر، وهذا إشارة إلى تعريف المنطق بأنه علم يعصم، أي يحفظ الأفكار عن الوقوع في غي الخطأ، عن الوقوع في ضلال الخطأ. هذا فقول الشيخ يعصم الأفكار عن غي الخطأ، هذا إشارة إلى تعريف علم المنطق بأنه علم يعصم، أي يحفظ الأفكار من الوقوع في غي الخطأ، في ضلال الخطأ. مفهوم يا جماعة؟ فعلم المنطق يعني إذا رعيت قواعده فإنه يعصم فكرك من الوقوع في الخطأ. مفهوم؟ هذا معنى الكلام. وإضافة الغي والخطأ ضد الصواب، الخطأ ضد الصواب. والصواب ما هو؟ هو موافقة الواقع، موافقة الواقع هو الصواب. أما الخطأ هو مخالفة الصواب، مخالفة الواقع. واضح يا جماعة الخير؟ أنت قلت جاء زيد، لو قلت هكذا جاء زيد، لو وجدنا زيد جاء، هذا يسمى صواب لأنه وافق الواقع. في الواقع وجدنا زيد جاء، مفهوم؟ لكن إذا قلت جاء زيد أتينا ولم وجدناه لم يجئ، هذا خطأ لأنه مخالف للواقع، في الواقع لم يجئ. فهم الكلام؟ الصواب هو موافقة الواقع، والخطأ هو مخالفة الواقع. فالآن الخطأ المقصود به هنا ضد الصواب، ضد الصواب. نعم. وإضافة الغي إلى الخطأ من إضافة العام للخاص. نعم. فإن الضلال قد يكون من عمد وقد يكون عن خطأ. هذا هو إضافة الغي إلى الخطأ من إضافة العام للخاص. واضح يا جماعة؟ لأن الغي اللي هو الضلال قد يكون عن عمد وقد يكون عن غير عمد. الغي اللي هو الضلال قد يكون الضلال عن عمد وقد يكون عن خطأ، فهو عام من هذا الناحية عام. أما الخطأ خاص، أما الخطأ خاص. فإضافة الغي إلى الخطأ من إضافة العام للخاص، فالغي عام والخطأ خاص. أن الغي اللي هو الضلال قد يكون عن عمد وقد يكون عن جهل، فمن هذه الناحية هو عام. فهمنا؟ أما الخطأ خاص فهو من إضافة العام للخاص. نعم. فإن الضلال، لذلك الشيخ شرح الضلال اللي هو الغي، ضلال هو الغي، فإن الضلال قد يكون عن عمد، ضلال هذا قد يكون عن عمد وقد يكون عن خطأ. مفهوم كلام؟ هذا فهو من هذه الناحية عام بخلاف الخطأ. نعم. وهذا العلم تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في الفكر. نعم. أي النظر، لأنه إذا علم كيفية تركيب القياس من تقديم الصغرى على الكبرى واستيفاء شروط الإنتاج ورتب المقدمتين كانت نتيجة صوابا سالمة من الخطأ. هذا هو سالمة من الخطأ. فالآن أنت هذا العلم لو راعيت قواعده فإنه يعصم فكرك من الوقوع في الخطأ. مثلا أنت جئت هنا أردت أن تتكلم أي كلام، لازم أولا، واضح، لازم أولا ماذا؟ تريد تركب قياس كلام مثلا، لازم تقدم القضية الصغرى هي الأولى، ثم تقدم الكبرى، ثم تؤخر الكبرى، ثم تأتي بالحد الوسط الجامع بينهما، ثم تلاحظ ماذا؟ شروط الإنتاج، ثم تراعي شروط الإنتاج.
ثم طرح الأشكال مثلا الشكل الأول والثاني والثالث والرابع وشروطهم. فإذا راعيت هذه القواعد لن تخطئ في الفكر، ستكون النتيجة سالمة من الخطأ. هذا العلم لو راعيت قواعده لن تقع في الخطأ. قلت هكذا: العالم متغير وكل متغير حادث. أتيت بالصغرى ثم أتيت بالكبرى ثم أتيت بالحد الوسط الجامع بينهما اللي هو متغير. فهم كلام. ثم لاحظت ماذا؟ لاحظت شروط الإنتاج، لاحظت الشروط: الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، الشكل الرابع وشروطهما، وهكذا. فإن نتيجتك ستكون سالمة من الخطأ. فمن الكلام هذا معنى، وهذا العلم تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في الفكر. فمن الكلام يا جماعة هذا كما في علم النحو. علم النحو لو راعيت قواعده هل يخطأ لسانك في الكلام؟ لا، كذلك. مفهوم؟ فكما أن مراعاة قواعد علم النحو تعصمك عن الخطأ في النطق في الكلام، كذلك مراعاة قواعد علم المنطق لو راعيتها تعصمك فكرك من الخطأ. فهم كلام؟ هذا هو. نعم. وعن دقيق الفهم أي المفهوم الدقيق. نعم. يكشف ذلك العين الغطاء أي الستر. شبه المفهوم الدقيق بالشيء المحتجب تحت الستر، والغطاء التخييل والكشف ترشيح. نعم، هذا هو. قال: فيعصم الأفكار عن غي الخطأ. فهذا العلم يعصم فكرك من الوقوع في الخطأ، صحيح؟ وكذلك يكشف المفهوم الدقيق، يعني المعلومات الدقيقة تصبح عندك مكشوفة واضحة وضوح الشمس. فهم كلام؟ كذلك هذا العلم اللي هو المنطق يجعل المفهوم الدقيق مكشوفا. معلومات الدقيقة، معلومات الصعبة الدقيقة التي تحتاج إلى جهد في فهمها تصبح عندك مكشوفة ظاهرة. مفهوم يا جماعة؟ هذا هو. نعم. وعن دقيق الفهم أي المفهوم الدقيق. مفهوم؟ فهو من إضافة ماذا؟ من إضافة الصفة إلى الموصوف. دقيق الفهم هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن مقصود المفهوم الدقيق، فالمفهوم موصوف والدقيق صفة، ثم قدمنا الصفة وأضفناها إلى الموصوف فأصبح دقيق الفهم. واضح كلام؟ وعبر بالمصدر ولكنه يريد اسم المفعول. فهم لكن يريد المفهوم. فهم كلام؟ هذا يكشف ذلك العلم الغطاء أي الستر. الستر هي الحاجات المحجوبة، الحاجات الغير ظاهرة مستترة، يجعلها هذا العلم واضحة وضوح الشمس. مفهوم يا جماعة؟ نعم. زيد. فهاك اسم فعل بمعنى خذ. نعم. على ما قاله ابن مالك. علم هذا ما قاله ابن مالك رحمه الله. ها عند ابن مالك ها اسم فعل، اسم فعل أمر بمعنى خذ، والكاف حرف خطاب عند ابن مالك رحمه الله. هم الكلام. ها الهاء هذيك عند ابن مالك اسم فعل أمر بمعنى خذ، والكاف هذيك حرف خطاب. نعم. والكاف حرف خطاب. والكاف حرف خطاب. نعم. من أصوله أي من أصول المنطق. من أصول المنطق يعني فخذ من أصول المنطق قواعد. نعم. قواعد أي خذ قواعد هي بعض أصول المنطق. هي بعض أصول المنطق. فهاك
من بعض أصول المنطق قواعد. وهاك فخذ من أصول المنطق قواعد. خذ من بعض أصول المنطق قواعد. نعم. والقواعد جمع قاعدة. والقواعد جمع قاعدة، وهي أمر كلي. أمر كلي. ماذا؟ أمر كلي يعني يسير على جميع الجزئيات، تسمى القاعدة. واضح يا جماعة؟ نعم. القاعدة هذه هي أمر كلي يمشي على جميع الجزئيات. إذا قلت الفاعل مرفوع، هذه قاعدة كلية تمشي على جميع الجزئيات، أينما وجدنا الفاعل يكون مرفوعا. فهمنا؟ هذه القاعدة هي أمر كلي يشمل جميع الجزئيات، ينطبق على جميع الجزئيات. أمر كلي ينطبق على جميع الجزئيات، تسمى القاعدة. نعم. وهي قضية كلية. فهمنا يا جماعة؟ فالشيخ يقول لك هاك خذ من بعض أصول المنطق قواعد. سأعطيك قواعد في علم المنطق. خذ، سيقول لك سأعطيك بعض قواعد علم المنطق، خذها. قاعدة 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 قاعدة، سيعطيك قواعد. فهم كلام؟ هذا هو. وهي قضية كلية. نعم. كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها. هذا هو كما قلنا. القاعدة هي قضية كلية كما قلنا. قضية كلية هي أمر كلي ينطبق على جميع الجزئيات. ينطبق على جميع الجزئيات، كل الجزئيات تنطبق عليها هذه القاعدة الكلية. كما إذا قلنا مثلا إذا قلنا هكذا: الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية. هذه قاعدة كلية تنضبط على جميع جزئيات القاعدة الكلية. أينما وجدنا قضية موجبة كلية تنعكس ماذا؟ موجبة جزئية، أينما وجدتها. فهمنا الكلام؟ إذا قلت هكذا: المفعول به منصوب مثلا، أينما وجدت المفعول به يكون منصوب، كل جزئية المفعول به تكون منصوب. وكذلك هنا لو قلت كل قضية موجبة، كل كلية موجبة تنعكس جزئية موجبة. فهذه قاعدة كلية تنطبق على جميع جزئيات الكلية الموجبة. فهمنا؟ هذا هو. وكيف؟ فهمنا الآن قضية كلية هي قضية كلية كما قلنا يتعرف منها أجزاء أحكام جزئية الموضوع. نعم، أحكام جزئيات الموضوع، كل الجزئيات كل الأجزاء تنطبق عليها هذه القاعدة الكلية. مفهوم؟ وكيفية تعرف كقولنا كل موجبة كلية تنعكس موجبة جزئية. هذا هو. سيأتي العكس إن شاء الله، سنتكلم عن باب العكس، العكوس. العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا الموجب الجزئية فعوضوها الموجب الجزئية. العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم. هذا العكس، وتقلب جزئي القضية مع بقاء كم والكيف مع بقاء الكم والكيف. هذا فهمنا يا جماعة؟ مفهوم؟ هذا هو. كقولنا كل موجب كلية تنعكس
موجبة جزئية. أنت قلبت جزئي القضية الآن، قلبت ولا لا؟ قلب جزئي القضية، قلبت جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم كله باقي. نعم. نعم. وكيفية تعرف أحكام الجزئيات أن تقول مثلا أو وكيفية تعرف أحكام الجزئيات، وكيفية تعرف أحكام الجزئيات أن تقول، أو سيعطينا الشيخ مثال: كل إنسان حيوان موجبة كلية. هذه موجبة كلية يا جماعة، واضح؟ وكل موجبة كلية تنعكس جزئية أن الكلية تنعكس جزئية. نعم. وينتج من الشكل الأول. نعم. كل إنسان حيوان تنعكس جزئية. نعم. كل إنسان حيوان تنعكس جزئية. وذلك مثل قولك بعض الحيوان إنسان. أيوة، انعكست إلى بعض الحيوان إنسان. هذا مفهوم؟ نعم. العكس قلب جزئي القضية، قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم، واضح؟ إلا الموجب الكلية فعوضوها الموجب الجزئي. مفهوم؟ إلا الموجب الكلية فعوضوها الموجب الجزئية، إلا الموجب الكلية، لأن الشيخ هنا مثل بالموجب الكلية، هذه تنعكس موجب جزئية، واضح؟ هذا هو. نعم. قال وكيفية تعرف أحكام الجزئيات أن تقول مثلا أهو كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان هذه موجبة كلية، موجبة كلية، وكل موجبة كلية تنعكس جزئية، هذا فينتج ماذا؟ فينتج من الشكل الأول هكذا كل إنسان حيوان تنعكس جزئية، فكل إنسان حيوان تنعكس جزئية، فتصبح ماذا؟ بعض الحيوان إنسان. مفهوم كلام؟ سيأتي إن شاء الله الكلام أكثر في ماذا؟ في ال ال في ال في ال في العكس. نعم. في العكس. جيز. تجمع تلك القواعد من فنونه أي المنطق، والجمع للتعظيم. نعم. فوائد جمع فائدة، وهو ما استفيد من العلم. نعم. والمراد بها الفروع المندرجة تحت القواعد. نعم. أي تجمع القواعد فروعا وجزئيات من فن المنطق. نعم، هذا هو. فالشيخ قال لك فهاك من أصوله قواعد، هذا القواعد تجمع من فنونه فوائد، هذا القواعد التي سأعطيها لك تجمع ماذا؟ تجمع فروعا وفوائدا. مفهوم كلام؟ هذه القواعد التي أعطيها لك ستجمع لك من فنون علم المنطق فوائد، والفائدة هي ما استفيد من العلم، ما استفيد من العلم. قال تجمع تلك القواعد من فنونه أي من فنون المنطق، والجمع للتعظيم من فنه، ليس فنون، فن، لكن الجمع للتعظيم، كقولنا شموس المعرفة هي شمس واحدة، لماذا جمع؟ للتعظيم. كذلك هنا هو فن واحد، فن المنطق، لكن قال من فنونه، هذا للتعظيم. فوائد جمع فائدة، والفائدة ما استفيد من علم أو مال،
يسمى الفائدة في اللغة. ما استفيد من علم أو مال يسمى فائدة. نعم. والمراد بها الفروع المندرجة تحت القواعد، لأن كل قاعدة تحتها فروع، صحيح ولا لا؟ كل قاعدة تحتها فروع. فهذه القواعد تجمع فروعا وجزئيا من فن علم المنطق. كأن الشيخ قال لك خذ من أصول المنطق قواعد، وكل قاعدة تجمع تحتها ماذا؟ فروع وجزئيات. فهمنا يا جماعة الخير هذا الكلام؟ هذا معنى كلام الشيخ. خذ من أصول المنطق قواعد، وكل قاعدة تجمع تحتها فروعا وجزئيات. هذا معنى الكلام. نعم. ويصح عود الضمير في تجمع إلى المخاطب. نعم، يصح أن عود الضمير في تجمع اللي هو التاء، عود الضمير اللي هو تجمع أنت أيها المخاطب، وليس لا يرجع إلى القواعد، لأن في الأول تجمع القواعد، يعني تجمع هي. أنتم معي ولا لستم معي؟ نحن لما فسرنا قلنا تجمع تلك القواعد. هنا الفاعل ما هو؟ هي تجمع، هي يرجع إلى القواعد. الشيخ قال لك هنا يصح عود الضمير في تجمع، يرجع إلى المخاطب، تجمع أنت أيها المخاطب. فهمنا؟ هذا معنى كلامنا. أي تجمع أنت أيها المخاطب بسبب حفظ تلك القواعد. أيوة، فروعا، هذه هي فروعا من فن علم المنطق. أيها المخاطب بسبب حفظ تلك القواعد، إذا حفظت القواعد سوف تجمع ماذا؟ فروعا من فن علم المنطق. نعم، مفهوم؟ لأنك إذا حفظت القواعد التي سيعطيها لنا الشيخ في علم المنطق ستجمع تحتها فروعا، كل قاعدة سيكون تحتها فروع. فأنت إذا حفظت القاعدة الكلية سيكون معها فروعا، فإنك ستجمع فروعا، لأن كل قاعدة تجمع تحتها فروع. فإذا حفظت القواعد فإنك جمعت فروعا مع القاعدة. مفهوم؟ نعم، هذا. سميته أي التأليف المفهوم من السياق بالسلم، والسلم ما يصعد به عاد إلى أعلى. السياق هو أول الكلام وآخره، يعني السابق واللاحق يسمى سياق. سابق ولاحق يسمى سياق الكلام. سياق الكلام، ما معنى السياق؟ السياق هو ما سبق من الكلام وما لاحق يسمى سياق. سابق الكلام ولاحقه، سابق الكلام ولاحقه يسمى سياق الكلام. نعم. فأنت فهمت من السياق، فهمت ماذا؟ فهمت سميته يرجع على ماذا؟ يرجع على تأليف المفهوم، يعني كأنك قلت سميت هذا التأليف، سميت هذا التأليف. مفهوم؟ فالهاء هذه ترجع إلى التأليف، سميت التأليف. كيف عرفت أنه تأليف؟ من السياق اللي هو سابق الكلام ولاحقه. نعم. بالسلم، سميته بالسلم. هذا سمى يتعدى إلى مفعولين. المفعول الأول يتعدى إليه بنفسه، والمفعول الثاني يتعدى إليه بنفسه أو بحرف جر. سميت فعل وفاعل، الهاء مفعول أول، السلم المنورق مفعول ثاني. واضح؟ فهذا المفعول الثاني قد يتعدى إليه بنفسه وقد يتعدى إليه بحرف جر. قد تقول سميته السلم المنورق،
أو تعدى إلى المفعول الثاني بنفسه. ولا تقول سميته بالسلم المنورق، أتعدى إليه بحرف الجر. فمن الكلام هذا لأنك تقول سميت عمرا زيدا، سميت عمرا بزيد، هذا هو. فهمنا هذا؟ نعم. فهو قال سميته بالسلم المنورق. نعم. نعم. وتسمية الكتاب بذلك للإشارة إلى أنه يتوصل به إلى أصعب منه من الكتب. هذا هو. قال سميته بالسلم، نحن نقول السلم، هذا صحيح السلم الذي نصعد معه، هذا سلم. الشيخ سمى هذا الكتاب بالسلم، ما يصعد به، يعني ما تتوصل به من الأسفل إلى الأعلى في الغالب، ثم سلم. الذي تتوصل به من الدور الأول إلى الدور الثاني يسمى سلم. فكأن الشيخ رحمه الله يريد أن يقول لك كتابي هذا كالسلم يوصلك إلى الكتب المطولة في هذا الفن. إذا قرأت كتابي هذا سيوصلك إلى المطولات من هذا الفن، كالشمسية مثلا، كمتن الشمسية، ككتاب الشمسية. الشمسية من المطولات في هذا الفن، صحيح؟ وكتب الغزالي من المطولات في هذا الفن، كذلك الشفاء وغير ذلك. فهمنا يا جماعة الخير؟ فالشيخ كأنه يقول كتابي هذا مثل السلم يوصلك إلى الكتب المطولات. نعم. فتسمية الكتاب بذلك السلم للإشارة إلى أنه يتوصل به إلى أصعب منه من الكتب، والكتب التي هي أعلى منه إساغوجي مثلا، والتهذيب، تهذيب المنطق مثلا، والشمسية مثلا، مختصر السانوسي، الشفاء، إلى غير ذلك من الكتب المطولة. نعم. المنورق بتقديم النون على الراء. نعم. كما هو رواية عن المصنف. نعم. المنورق، 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 ليس المورنق، لا، منورق. نعم. ويصح تقديم الراء. نعم، ويصح تقديم الراء. تقول المرونق، المنورق، ويصح تقديم الراء، فتقول المرونق، المرونق. نعم. فهمنا يا جماعة؟ ومعناه المزين المزخرف، يعني مزين، يعني جميل، مزين ومزخرف، فيه زخرفة، فيه رسومات زخرف. مفهوم؟ هذا سميته بالسلم المنورق، يعني مزين ومزخرف، مثل السلم هذا إذا كان مزوق بالرخام، بالرخام وبمصعد جميل وكذا، السلم هكذا كذا، سلم منورق مزين مزخرف، فيه رسومات وفيه كذا وفيه كذا. نعم. يرقى أي يصعد به، أي بهذا التأليف. نعم. سماء علم المنطق. نعم. أي علم المنطق الذي هو كالسماء في الرفعة والشرف. نعم. والإضافة من إضافة المشبه به للمشبه. نعم، هذا هو. يرقى هذا الكتاب، هذا السلم المنورق، ماذا يفعل به؟ يرقى، يصعد به إلى سماء علم المنطق، إلى سماء علم المنطق. معناه يصعد بهذا الكتاب إلى الكتب المطولة، كتب مطولة، هذا يصعد بهذا الكتاب إلى سماء علم المنطق، المقصود به الكتب المطولة في هذا الفن. مفهوم؟ قال هنا يرقى أي يصعد به، أي بهذا التأليف، سماء علم المنطق، أي علم المنطق الذي هو كالسماء، علم المنطق الذي هو كالسماء. فشبه علم المنطق بالسماء، شبه علم المنطق بالسماء. لماذا؟ ما وجه الشبه؟ العلو والرفعة، كما قال، الرفعة والشرف.
كلاهما رفيع وشريف، كما أن السماء شريفة ورفيعة كذلك علم المنطق شريف ورفيع، لأنه كلي للعلوم كلها كما قلنا. فوجه الشبه هو الرفعة والشرف، كلاهما مرفوع شريف. مفهوم يا جماعة؟ هذا فهو قال يرقى بهذا التأليف سماء علم المنطق، يعني علم المنطق الذي هو كالسماء، علم المنطق الذي هو كالسماء. فما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ أو التشبيه هذا هو، أو التشبيه هذا هو علم المنطق الذي كالسماء. أين المشبه وأين المشبه به؟ علم المنطق مشبه، أين المشبه به؟ السماء. أين أداة التشبيه؟ الكاف هذه أداة. أين وجه الشبه؟ الرفعة والشرف كما قلنا، الرفعة والشرف. ما الذي حصل؟ حذفت أداة التشبيه وأتي بالمشبه به وقدم على المشبه، فأصبح هكذا. ثم أضيف المشبه به إلى المشبه فأصبح سماء علم المنطق. هذا الذي حدث، هذا هو الأصل. علم المنطق الذي كالسماء، حذفت أداة التشبيه ثم قدم المشبه به على المشبه وأضيف إليه هذا. فلذلك الشيخ قال هنا فالإضافة من إضافة المشبه به للمشبه، أو من إضافة هذا مشبه به، قلنا هذا مشبه. فمن الكلام في أحد لم يفهم؟ الإضافة من إضافة المشبه به للمشبه، هذا الذي حصل فيه. نعم. ويصح أن تكون السماء مستعارة للكتب المطولة من هذا العلم، أو تكون السماء هذه تكون مستعارة للكتب المطولة، يعني علم المنطق هذا كالسماء، نقصد بالسماء المطولات في علم المنطق. يريد أن يقول لك يرقى بهذا التأليف إلى سماء علم المنطق، يعني الكتب المطولة في هذا العلم، هذا معنى. ليس السماء حقيقة، لا، السماء اللي هي بمعنى الكتب المطولة في هذا الفن. هذا السلم يصعد به إلى الكتب المطولة في علم المنطق وليس إلى السماء، فتكون السماء مستعارة للكتب المطولة. فمن هذا الكلام. نعم. أي يتوصل بهذا التأليف إلى ما هو أطول منه من الكتب المؤلفة في ذلك الفن، كما قلنا إساغوجي، مختصر السنوسي، الشمسية، تهذيب المنطق، الشفاء، إلى غير ذلك من الكتب. نعم جماعة، مفهوم؟ سهل ليس صعب. نعم مفهوم. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا. نعم. والله منصوب على التعظيم. نعم. أي لا غيره. لا غيره. والله أرجو، لا غيره. كما استفيد من تقديم المعمول. نعم، تقديم المعمول يفيد الاختصاص. مفهوم؟ تقديم المعمول يفيد الاختصاص، لأن أصل الكلام هذا أرجو الله، أرجو الله. ما الذي حصل؟ قدم المعمول اللي هو الله، لأن أرجو عامل، الله معمول. لما قدم المعمول على العامل هذا يفيد الاختصاص، أرجو الله لا غيره، فرجائي خاص بالله لا غيره. ومن الكلام هذا ولا لا؟ مفهوم؟ هذا هو.
كما استفيد من تقديم المعمول، لأن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، معناه أرجو الله لا غيره، لا أرجو غيره. نعم. أرجو أي أؤمل منه لا من غيره. أرجو الله يعني لا من غيره. ما معنى الرجاء؟ الأمل. أؤمل معناه أأمل، آمل في الله، أأمل أن الله يعني يوفقني لكتابة هذا المتن وللنفع به وكذا وكذا. نعم. يأمل في الله. نعم. والرجاء كما عرفنا ما هو رجاء؟ الرجاء هو نسيتم؟ تعلق القلب بمرغوب في المستقبل مع الأخذ بالأسباب، هذا اسمه رجاء. فهو الآن الشيخ رجاؤه قلبه متعلق بمأمول في المستقبل، اللي هو أن يقبل الله من هذا الكتاب وأن ينفع به وأن يجعل هذا الكتاب من الأعمال التي تدخله إلى الجنة. هذا مرغوب، يرغب الشيخ في شيء في المستقبل، لكن أخذ في الأسباب، ألف ونظم وسهر الليل ودعا الله، كل هذا أسباب. هذا هو الرجاء. مفهوم؟ نعم. أن يكون ذلك التأليف خالصا من الرياء وحب الشهرة والمحمدة. وحب الشهرة والمحمد، من الرياء وحبي لأنه معطوف على الرياء، وحبي والمحمدة لأنه كله معطوف على الرياء. نعم. وأن يكون هذا التأليف كذلك الشيخ يرجو من الله أن يكون هذا التأليف خالصا من الرياء. الرياء هو العمل لأجل الناس، هذا يسمى الرياء، العمل لأجل الناس. إذا رأيت الناس الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان، الذكر والعبادة وكذا. إذا رأيت الناس، إذا الناس ذهبوا فناموا نوما عميقا، هذا اسمه الرياء، العمل لأجل الناس. فمن يا جماعة؟ والرياء يوجد رياء خفي ورياء جلي. الرياء الجلي، الرياء الظاهر الجلي هو العمل لأجل الناس، إذا وجد الناس تعمل، إذا غاب الناس لا تعمل، هذا رياء جلي. الرياء الخفي ما هو؟ هو أنك تعمل سواء وجد الناس أو لم يوجدوا، تعمل أنت تقوم الليل سواء وجد معك الناس أو كنت لوحدك في خلوة تعمل. لكن ما المشكلة؟ تفرح لو سمع بك الناس، تفرح، هذا رياء خفي. فهمنا الكلام هذا؟ أنت الآن في خلوة هنا في غرفتك، لو بات معك أصدقاؤك تقوم الليل كله قرآن بالتجويد والبكاء من خشية الله وكله. إذا أصدقائك لم يبيتوا معك تبيت نائم الليل كله، ممكن لا تصلي الفجر أصلا. هذا اسمه رياء جلي ظاهر، الناس كلها تعرف. لكن الرياء الخفي هو أنت هنا تقوم الليل سواء حضر أصدقائك ولا لم يحضروا معك هنا، لكن فيه إشكال، لو حضروا تفرح أكثر مما لم يحضروا، لو حضروا تكون فرحان، لو لم يحضروا تكون فرحة أقل. هذا اسمه رياء خفي. فالشيخ يطلب ماذا؟ يطلب من الله أن يكون هذا، يرجو من الله أن يكون هذا التأليف خالصا من الرياء، كل الرياء جليه وخفيه. مفهوم؟ وحب الشهرة، لا يحب الشهرة. كذلك يرجو من الله أن يعصمه من حب الشهرة. الشهرة هذه مشكلة كبيرة، هذه الشهرة، الذي يحب الشهرة مشكلة هذه. والمحمدة، الناس تحمدك، أنت تفرح لما تسمع الناس تحمدك، ما شاء الله الأخضري هذا ألف كتاب لم يؤلف مثله في المنطق، أنت تحمد، تحب هذا الشيء.
محمدة الناس تحبها، هذا كذلك مرض، أمراض القلوب. حب الشهرة، تحب تشتهر، تحب بسبب هذا الكتاب تصبح مشهور، الناس كل القنوات كلها يدعوك تعال معنا، تعال يا مولانا، تعال يا مولانا، تحب هذا الشهرة. الشيخ يرجو من الله أن يبعد عنه كل هذا الشيء ويجعل هذا الكتاب لوجه الله الكريم، لا يريد شيئا من الناس، لا واحد يشكرني ولا واحد يحمدني ولا واحد يقول لي شيء، أنا عملت لله فقط. الشيخ يرجو هذا رحمه الله. وكان من كبار الصوفية الإمام الأخضري، كان من كبار الصوفية، أكبر صوفي عرفه الشرق الجزائر هو الإمام الأخضري هذا، وعنده تأليفات في علم التصوف، عنده منظومة فيها 500 بيت في علم التصوف. كان رجلا صالحا تقيا ورعا. نعم. لوجهه أي ذاته الكريم، أي نعم. المعطي على الدوام. هذا وجهه معناه ذاته. ذكر من ذكر الجزء وإرادة الكل، ذكر الوجه لكن يريد الذات. نعم. وهذا كلام، لأننا نحن أهل السنة الوجه عندنا بمعنى الذات، بمعنى الذات. الله تبارك ليس له وجه متعارف عليه، ليس له جارحة اسمها الوجه عندنا، لا، فالوجه بمعنى الذات، بمعنى الذات. نعم. لذلك الشيخ قال هنا أي ذاته تحت في الحاشية، أي ذاته، قال هذا على مذهب الخلف الذين يخوضون في المتشابه ويؤولونه تأويلا تفصيليا كما أخذنا في الجوهرة. هذا على مذهب الخلف الذين يؤولون الصفات المتشابهة، فعندهم الوجه بمعنى الذات. مفهوم هذا؟ وعليه تكون الإضافة للبيان، تكون الإضافة للبيان. نعم. والسلف يؤولون تأويلا إجماليا كما قلنا، أما السلف لا، السلف يؤولون تأويل إجمالي. ما معنى؟ ينفون اللفظ عن ظاهره، هذا هو التأويل الإجمالي، لكن لا يعينون ماذا؟ لا يعينون شيئا، وإنما يفوضون العلم والحقيقة إلى الله. فالآن إذا جاء آية مثلا ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك، السلف يقولون ظاهر الآية غير مقصود أصلا، لأن الله له وجه جارحة، هذا غير مقصود أصلا. فقلنا لهم ما معنى؟ قالوا نفوض معنى وحقيقة الوجه نفوضها إلى الله، ما أراده الله بهذا الوجه نحن آمنا به. هذا اسمه تأويل إجمالي، لأنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره لكن لم يعينوا ماذا؟ محملا. أما الخلف لا، الخلف يصرفون اللفظ عن ظاهره، يقول لك الوجه بمعنى جارح غير مقصود قطعا. فقلنا لهم ماذا؟ قالوا الوجه بمعنى الذات، فتأويلهم تفصيلي. فمن الكلام هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. فيقولون الوجه مثلا صفة لله تعالى لا نعلم حقيقتها مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن الجسمية ولوازمها، وعليه تكون الإضافة حقيقية على معنى اللام. وقد قالوا مذهب السلف أليق بالأدب، ومذهب الخلف أقرب لقول القاصرين كما أخذنا في الجوهرة. مذهب السلف أسلم كما قلنا. لماذا أسلم؟ لأنه لم يعين محملا. ومذهب الخلف أعلم وأحكم. لماذا؟ لأن فيه زيادة علم ورد على المخالفين والمشبهة وغير ذلك. نعم هذا. لذلك قال لوجهه أي ذاته، على مذهب من يا جماعة؟ على مذهب الخلف. لذاته معناه على مذهب الخلف المؤولين. نعم. الكريم، ما هو الكريم؟ المعطي على الدوام، الذي يعطيك على الدوام،
دائما يعطيك دائما. الله تبارك وتعالى كريم، يعطي على الدوام، لا يعطيك يوم واحد، لا، يعطيك حتى تموت، كل يوم كل يوم كل يوم صباح ومساء يعطيك. لكن لو واحد من البشر اليوم يعطيك وغدا إذا رآك يهرب منك، قل سبحان الله، هذا كل يوم أنا أعطيه، كيف كل يوم أعطيه؟ أعطيته بالأمس ها؟ لكن الله معطي على الدوام، الله يعطيك كل يوم، يعطيك كل يوم. نعم. ليس ذلك ناقصا، نعم. أي ناقصا، نعم. بألا يعوق عن إكماله عائق. نعم، ليس قالصا أي ليس ناقصا. هذاك التأليف ليس قالص، القالص بمعنى الناقص، فهو يرجو أن من الله أن لا يكون تأليفه ناقصا. ما معنى بأن لا يعوق عن إكماله عائق؟ بأن لا يمرض مثلا حتى لا يستطيع أن يكمل، بأن لا يشغله شغل شاغل حتى يستطيع يكمل، وهكذا. فهو يرجو من الله أن لا يكون هذا التأليف قالصا يعني ناقصا، بحيث أنه يبقى منه شيء لا يكمله في الكتاب بسبب مرض، بسبب شغل يشتغل، بسبب من العوائق. فهو يسأل الله أن يصرف عنه العوائق التي تعيقه عن الإكمال. نعم. أو ليس ناقصا من الثواب والأجر لحب الظهور فيكون تأكيدا لما قبله. هذا هو. أو يكون معنى ناقص بمعنى ناقص من الثواب والأجر. في الأول قلنا ناقص معناه ماذا؟ ناقص معناه لم يكمله لعائق من العوائق. قد يكون معنى ناقص من الثواب والأجر، يعني يكون في الثواب والأجر قليل، لا يكون كامل في الأجر والثواب. هو الكتاب أكمله لكن في الثواب والأجر يكون ناقص، فهو كذلك يرجو الله أن لا يكون ناقص في الثواب والأجر. لماذا؟ لحب الظهور. لأنك إذا أحببت الظهور ما الذي يحصل؟ ينقص الأجر. لو عملت لأجل الناس ينقص الأجر. هذا هو. فهو يسأل الله أن لا يكون هذا لا يكون الكتاب ناقص بمعنى من الثواب والأجر، يكون الأجر والثواب كامل فيه، يكون كاملا بحيث أنه لم يحب الظهور ولم يحب الشهرة ولم يحب المحمدة ولم يرائي، يعصمه الله من كل هذا حتى يكون الثواب والأجر كاملا. نعم، هذا هو معنى. فيكون تأكيد لما قبله، فيكون تأكيدا لما قبله. واضح يا جماعة؟ فيكون من باب التأكيد. نعم. أو ليس ناقصا مطروحا في زوايا الخمول والإهمال بألا ينتفع به كما يشعر به ما بعده. هذا هو. أو ناقص بمعنى لا يكون مطروح. هو ألف الكتاب وأكمله بإخلاص وبتقوى، لكن الكتاب لما طبعه بقي في الرف، لم يقرأه أحد بقي، قال هذا الكتاب لمن أخبري، لا أريد أقرأ. أي واحد يأتي لا يقرأ، أي واحد من العلماء لم يفتح هذا الكتاب ويدرسه. فهو كذلك يقول أعوذ بالله أن يكون كتابي ناقصا. ما معنى ناقص؟ مرمي في زوايا الخمول. الزوايا هي هذه، لأن في الغالب الكتب توضع في الزوايا، في الغالب توضع كتب في الزوايا. الخمول هو غطاء عدم الظهور، الخمول بمعنى عدم الظهور، خمول معناه لا يظهر. فهو يسأل الله أن لا يكون كتابه ناقصا يعني مطروحا في زوايا الخمول والإهمال بحيث أن لا أحد يقرأ فيه ولا أحد من العلماء يفتحه ولا شيء. وهو يعوذ بالله يرجو الله أن يكون كتابه يقرأه الناس، يستفيد منه الناس، يستفيدون منه، وهكذا. نعم.
والقالص في الأصل اسم لإحدى شفتي البعير الناقصة عن الأخرى، ثم تجوز به إلى الناقص مطلقا من استعمال المقيد في المطلق. نعم. رأيتم البعير ولا لا؟ عارفين البعير ما هو؟ جمل. رأيتم الجمل، فم الجمل ولا لا؟ ماذا رأيتم فيه؟ الشفة هذه طويلة هكذا، والشفة الفوق ناقصة عن هذه. هذا فالجمل عنده شفتين، هذه الفوق هذه تحت. هذه اللي تحت طويلة عريضة جدا، لكن اللي فوق قالصة ناقصة عن هذه. فالقالص في أصل اللغة، القالص ما هو؟ هو اسم لإحدى شفتي البعير الفوق، التي فوق الشفة اللي فوق، هذه التي يطلق عليها قالص. مفهوم الكلام؟ اسم لإحدى شفتي البعير الناقصة عن الأخرى، لأن هذه الفوق ناقصة عن التي تحت. فالقالص في أصله اسم لإحدى شفتي البعير الناقصة عن الأخرى كما قلنا. ثم ماذا؟ تجوز به، أصبح يطلق على كل شيء ناقص، يطلق عليه قالص. مفهوم كلام؟ ثم تجوز، أصبح يطلق مجازا على كل شيء ناقص. كتاب ناقص يطلق عليه قالص، مال ناقص يطلق عليه قالص، ثياب ناقص يطلق عليه قالص، وكل هذا كل شيء ناقص أصبح يطلق عليه قالص. مفهوم؟ هذا معنى كلام الشيخ. ثم تجوز به إلى الناقص مطلقا. ثم يعني تجاوزنا، انتقلنا من شفة البعير ناقصة إلى كل شيء ناقص، فأصبح نطلق عليه قالص. من استعمال المقيد في المطلق. نعم، استعملنا المقيد في المطلق، لأن القالص هذا مقيد، لأنه مقيد في شفة البعير. أما المطلق كل شيء ناقص، فنحن استعملنا المقيد اللي هو شفة البعير، استعملناه في ماذا؟ في المطلق اللي هو كل شيء ناقص، من استعمال المقيد في المطلق. فمن هذا الكلام هذا هو. نعم. وأن يكون ذلك التأليف نافعا للمبتدئ الذي أخذ في التعليم ولم يقدر على تصوير المسألة. نعم. وهذا من التواضع. نعم. لأنه نافع للمبتدئ ولغيره من المتوسط والمنتهي. هذا هو جمال. ثم سأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا التأليف نافع للمبتدئ. من هو المبتدئ؟ عندنا طلبة العلم ثلاثة: مبتدئ ومتوسط ومنتهي. المبتدئ هذا هو الذي لا يستطيع تصوير المسألة. تقول له مثلا صور لي مسألة الربا النسيئة مثلا، صور لي المسألة تاع ربا النسيئة مثلا، ولا ربا الفضل، ولا صور لي مسألة في ربا النسيئة، ولا صور لي مسألة في ربا الفضل، ولا صور لي المسألة الآن في المنطق الذي نقرأ فيه. صور لي مسألة، لا يستطيع ماذا؟ تصوير ماذا؟ المسائل، لا يستطيع تصوير المسألة. هذا اسمه مبتدئ، لا يستطيع تصوير المسألة ولا إقامة الدليل عليها، لا تقول له أقم عليها الدليل، لا يستطيع. هذا اسمه مبتدئ. متوسط هو الذي يستطيع تصوير المسألة، تقول له صور لي المسألة، هذا الموضوع الذي قرأناه، صور لي مسألة كذا، يصور لك المسألة، يتصورها في عقله ويصورها لك. هذا اسمه ماذا؟ متوسط، لكنه لا يستطيع أن يقيم الدليل عليها، اسمه ماذا؟ متوسط. أما المنتهي فهو الذي يستطيع يتصور المسألة ويقيم الدليل عليها ويرد الشبه وغير ذلك، هذا اسمه منتهي. هذا هو. نعم. فالشيخ قال وأن يكون هذا التأليف نافعا للمبتدئ.
هذا تواضع منه. الكتاب هذا ينتفع به المبتدئ والمتوسط والمنتهي، حتى المنتهي ينتفع به، لأنك قد تجد في النهر ما لا تجد في البحر. قد تجد في هذا الكتاب بعض المعلومات والفوائد لا تجدها في كتاب شمسية مثلا، قد. فهذا الكتاب الشيخ من تواضعه قال نافع للمبتدئ، وإلا فهو نافع للمبتدئ وغيره. نعم. ثم بين ثمرة نفعه للمبتدئ بقوله به إلى المطولات من الكتب يهتدي أي يتوصل. نعم، هذا هو به إلى المطولات يهتدي، يعني بهذا الكتاب يهتدي الطالب المبتدئ إلى كتب المطولة. مفهوم الكلام؟ صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.